السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. إيه الاخبار؟ عاملين ايه؟ زي ما شفت كده من عنوان الفيديو اللي انا ايه الغلطه اللي انا كانت بتكلفني ضجات كتيره، والحمد لله بدانا نتعافى منها. يعني متاخر شويه بس بدانا نتعافى منها. وازاي حليتها، وازاي ايه هي اصلا المشكله دي، وازاي حليتها، وازاي تعاملنا معاها. تمام. فقبل ما ادخل في الفيديو اعمل لايك وسبسكرايب وشير. تلاقي لك الانستجرام تحت، اعمل لي فولو. تمام. واعمل الفيديو ده شير لصاحبك اللي بيغلط نفس الغلطه اللي انت تشوفها في الفيديو يعني. وازاي تبدا انتوا الاثنين تحلوها مع بعض عشان ان شاء الله تجيبوا درجات عاليه وتبقوا قد الدنيا يعني. وبس كده. يلا نبدا. مع بدايات الكليه، تمام، واحنا كده في سنه اولى بتاع، كان واحد عنده مشكله فظيعه. ايه هي؟ ان هو اول الترم والدنيا شاده بقى، وكله يلا وهنذاكر وبتاع وهنعوض ومش هنعوض او كده. فكان اللي بيحصل، كان الحماسه بتاخد الواحد. فيذاكر مثلا كميه كبيره في الاول، تمام، اول اسبوع اول اسبوعين، تمام، لحد الميد. بعد الميد تحس ان المنحنى مات خالص. تمام. فالفكره اللي كنت بذاكر كتير في الاول مثلا، وبعد كده تحس الواحد بينام تماما. مش عارف الطاقه بتاعته بتخلص ولا ايه، ولا بيبقى عنده فقد الشغف، ولا الحماسه بتموت. مش عارف يعني ايه السبب، بس دي الازمه. ان انا كنت ببدا كويس تماما، وبعد كده تحس ان المنحنى بينزل خالص. تمام. وبعد كده بيعلى تاني، يعني اول ما تحس ان الامتحانات قربت، او الجدول الفاينل ينزل، او العمل ينزل او كده، تحس بقى تبدا تتلم وتذاكر شويه قبل الماده بيومين. تمام. طب ما كان عندك يا ابني الوقت 10 ايام ولا الاسبوع تذاكر فيه. لا، لازم ازنق نفسي واذاكر قبل الماده بيومين ثلاثه. تمام. فدي مشكله، ان انت اصلا بتذاكر قبل الماده بيومين، فتروح تمتحن الماده، فتيجي من الماده حرفيا تموت، والماده بعديها فانت تحس ان انت لازم تذاكر تاني، وانت اساسا ما عندكش طاقه، لان الطاقه كلها طلعتها في الماده الاولانيه. وتبدا في هذا اللوب الذي لا ينتهي، ان انت بتضيع وقت، بعد كده تتزنق، بعد كده تضيع وقت، بعد كده تتزنق، وهكذا. تحس عامل زي ايه؟ عامل زي الفلكتويشن كده، عامل زي السكر. يعني لما تاخد فورمه وكده تحس يحصل ايه؟ بيك، يطلع بيك، بعد كده ينزل، بعد كده بيك تاني، بعد كده ينزل، وهكذا. حته الفلكتويشن ده مش بس هينقصك درجات وتحس ان انت مش هتلم درجات، كمان هيعمل ايه؟ بكل بساطه هتحس دايما انك مضغوط، هتحس دايما انك مش لامم، هتحس دايما ان في مشكله، تحس انك الدنيا مش ظابطه معاك، الدرجات مش ظابطه معاك، بتتعب نفسيا. واخد بالك؟ لان انت ان كنت تدعي او لا تدعي، فالكليات العمليه بالذات موضوع الضغط النفسي ده بيبقى كبير شويه، خاصه في ايام الفاينل. ولا بنسميها ليالي الفاينل الحزينه، لانها بتكون حزينه فعلا. انت متخيل انت تخلص مثلا عليك 50 استراكشر لازم تدخل الامتحان تصبهم في الامتحان، وكل استراكشر عليه الصار بتاعه، او كل مجموعه يعني عليه الصار وعليه النيم وعليه الفارماكولوجي افكت وعليه السايد افكت، وحوار كبير كده. ففكره ان انت تحافظ على طاقتك النفسيه في اثناء الامتحانات دي مهم. فالحته اللي انا بقولها لك دي، حته البيك الطالع والنازل ده، دي مشكلته اصلا انك هتلاقي نفسك انت طاقتك النفسيه خلصت، لانك زي ما قلت لك انت بتزق نفسك في الماده قبلها بيومين، وبعد كده بتقع، بعد كده تقوم، بعد كده تقع، هكذا. فدي مشكله، ودي مشكله بتقابلك وهتقابل اي حد في كليه عمليه بالذات. طب ايه الحل يا حازم عشان تحول الحاله من حاله الفلكتويشن او الحاله البيك وتطلع وتنزل، الى اللي انت تحول الحاله اللي انا قلت لك عليها دي لحاله من الروتين السخيف الممل. انت تحول المذاكره السخيفه الممله اللي تحس ان انت مش طايق نفسك وانت بتعملها لروتين سخيف ممل برضه. تمام. ده هيخلي عندك قدره على النظام اكتر. فتحول الحاله او الجاف من حاله الفلكتويشن الى حاله من الاستمراريه. يعني الخط بدل ما هو يبقى عامل كده، تمام، عايز اجيب موشن جرافيك والله، بيبقى هو عامل كده. واخد بالك؟ ده فايدته ايه؟ فايدته ان انت ضغط النفس عليك هيقل، تحس انك بتنجز اكتر، تحس انك بتتعامل احسن مع المواد، تحس ان انت بتلم نفسك ومش مضغوط ودايما حقق طاقه نفسيه على الفاضي. تمام. فالحل بكل اختصار ان انت تحول المذاكره الممله لروتين ممل. تمام. طب ايه الكيفيه اللي انت تحول بيها المذاكره الممله السخيفه؟ ركز معايا عشان هم 3 خطوات بكل اختصار تحول فيهم المذاكره لروتين ممل. وخلي بالك مش المذاكره بس، انت ممكن تعرف تعملها مع الجيم، تعملها مع حفظ القران، تعملها مع اي حاجه عايز تداوم فيها لمده طويله. ايه هم؟ 3 حاجات بالظبط. اول حاجه، قليل دائم خير من كثير منقطع، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: قليل دائم خير من كثير منقطع. يعني قليل دائم، يعني مثلا انا بدل ما اقعد 3 ايام اضيعهم وبعد كده اخر يومين واذاكر والم الماده، طب ما ابدا في اليوم بمهمتين مذاكره، والاقي نفسي في 4 ايام ذاكرت 8 محاضرات. لو ذاكرت في اليوم محاضرتين بس، المحاضره مثلا ممكن تاخد ساعتين، يعني تتكلم في 3 ساعات ونص مثلا مذاكره وبتاع، سهلين في اليوم، انت فاضي ما بتعملش حاجه. تمام. فقليل دائم خير من كثير منقطع. بدل ما انت تروح في اليومين دول تذاكر بال 14 ساعه، لا، انت خليك في ال5 ايام دول ذاكر ساعتين او 3 ساعات.
فقليل دائم خير من كثير منقطع. ده هيفيدك في ايه؟ هيفيدك انك بعد 3 4 ايام هتحس انك ده انا لميت كذا كذا وقع مني كذا كذا وهبدا الم. بدل ما انت يبقى القعده الامتحان يومين وتيجي في اليومين دول تزنق نفسك وتضغط نفسك نفسيا وما تنامش ونايكفيكس والقهوه وبتاع وتحس وتاخد تفتح فيديوهات ازاي تلم الماده في 30 ساعه بدون هوت والكلام ده. فاول خطوه قليل دائم خير من كثير منقطع، او خير من كثير منقطع عشان مجروء، خير من كثير منقطع. دي اول حاجه. تاني حاجه هي تثبيت المواعيد. ايه تثبيت المواعيد ده؟ تثبيت مواعيد نومك وصحيانك من اهم الحاجات اللي هتفرق في نفسيتك وطاقتك وكل ما تتخيله. تثبت يوم او تثبت ميعاد تنام وتصحى فيه ايا كان. خلي بالك يعني مش بقول لك بقى ايه 5 ام كلوك ويلا بينا نجمع نفسينا والشباب ويلا من 5 الصبح وبعد الفجر لحد 5 الفجر الناحيه التانيه. لا انت حر، تمام، بس ثبت. يعني انت مثلا متعود تنام الساعه 2 بالليل، حر، اصحى الساعه 12، تمام، بس يبقى كل يوم بتذاكر 2 بالليل. لكن مثلا يوم الساعه 4 ويوم الساعه 1 ويوم الساعه 3، ده ذات نفسك انت تصحى مش فايق اصلا وكمان مش هتعرف تنام بنفسك وهتلاقي اليوم بيهرب منك. فاول حاجه تعملها هي نجم انك تصحى الساعه، او مش تصحى، اسف، انك تثبت مواعيد يومك وصحيانك وتثبت مواعيد مذاكرتك بشكل عام. وده اللي انا جربته ونفع معايا، اللي انا كنت بعملها بالصلاه، تمام. يعني مثلا الظهر الساعه 1 كنت بنام، اصحى على الظهر، اصحى اصلي الظهر وابدا بعد الظهر مثلا اخد مهم، بعد كده اكل مش عارف ايه بتاع، بعد كده ابدا بعد العصر، وبالليل كده بعد العشاء اطلع مع اصحابي، فاهم. فكنت بثبت مواعيد الصلوات، يعني من الصلوات ال5 كنت بثبت مواعيد عليهم. بعد العصر هعمل كذا، بعد الظهر هعمل كذا فعلا. ونصيحه مهمه جدا ان بعد الصلوات دي احسن من الاوقات، احسن من الساعه 8 الساعه 9. ليه؟ عشان اتحافظ على الصلاه، تمام. الصلاه هي عماد الدين، فمن تركها فقد كفر. فبلاش السعي اللي هو الدرجه وده ينسيك الصلاه. الصلاه اهم من اي حاجه، لان هي دي اللي هتدخلك ان شاء الله الجنه مع حاجات تانية يعني، بس دي العماد عشان تدخلك الجنه. فنصيحتي انك تعمل ايه؟ انك تنظم اوقات الدراسه بتاعتك على الصلاه. دي بتكون نفعت معايا وهتنفع معاك ان شاء الله، وهيخليك تحافظ على الصلاه وهتحس دايما مواعيدك مرتبطه بالصلاه. فاهم. ودي اتعلمتها من الصناعيه. يعني الصناعيه دايما تقول لهم ايه، انا ان شاء الله هنبدا الصبح مثلا الساعه 8، وبعد كده بعد الظهر هنريح شويه، وبعد العصر هناكل ونمشي. تحس هم مواعيدهم كده في الغالب. فمهم جدا تعرف المعلومه دي. ده رقم 2. رقم 3 انك تعمل زي نظام مكافاه. يعني ايه نظام مكافاه؟ يعني انت مثلا خلصت محاضرتين، اطلع بالليل مع اصحابي واطلع وهزر وبتاع. طب انا بضيع وقت؟ انا مش بضيع وقت، انا بريح دماغي، بريح دماغي. وده اللي قلت لك الفيديو اللي فات، انك لازم تريح دماغك، انك لازم تصل الى مرحله ان لا، ان انا لازم ارتاح ولازم دماغي دي تحصل لها عمليه ان انت بتفضيها تماما عشان تعرف تاني يوم تعرف تملاها تاني، تمام. لكن ان انا اضغط نفسي، انا بتعب نفسيا على الفاضي. وحاول تخلي الموضوع مور فن، تمام. حاول مثلا افيه تكتبه وانت بتذاكر، حاول مثلا تكتب كذا كذا، مش عايزين نقول حاجات معينه، انت حر يعني، فاهم. بس حاول تخلي الموضوع ممتع شويه، فاهم. حاول تخلي الموضوع ممتع، حاول تفتكر الحته دي بافيه، حاول تفتكر الحاجه دي بكذا. يعني موضوع انت تخلي المذاكره مور فن او ممتعه اكتر، ده بيخليها اسهل بكتير بالنسبه لك، تمام. يبقى 3 حاجات تاني روتين بتعمله ازاي. قليل دائم، تثبيت مواعيد، المكافاه. ال3 دول بجد هيحولوك هيحول المذاكره من فلكتويشن، الحاله اللي طالعه ونازله، الى حاله من الاستمراريه او الحته اللي عامله كده دي، تمام. وبس كده انت وصلت لنهايه الفيديو ده، فاعمل لايك وسبسكرايب وشير ودلعني. وان شاء الله هيبقى فيه دايما فيديوهين في الاسبوع، تمام. وده هيبقى ضغط عليا، اللي انا اتخيل ان انا بصور واذاكر وبعمل حاجات في البيت عندنا وكلام كتير كده، بس ان شاء الله نقدر نواصل يعني. وممكن كمان يعني كنت عايز اعمل فكره، والله كنت عايز اعمل اللي هي ايه، ستادي ويز مي او انجز مع حازم. يعني دي فكره لطيفه ممكن ابقى نفكر نعملها، بس ايه هنشوف. برضه ممكن انزل على الانستجرام كذا حاجه، فاعمل فولو على الانستجرام ان شاء الله. ربنا يوفقك وتجيب درجات عاليه وتحافظ على الصلاه وتنجح دنيا واخره، زي ما النبي صلى الله عليه وسلم كان بيدعي: اللهم اتنا في الدنيا حسنه في الاخره حسنه وقنا عذاب النار. صلى الله عليه وسلم. السلام.